الأحلام المزعجة والجاسوم. معانا مجموعة مواقف لناس حصل معاها مواقف صعبة جدا ليها علاقة بالأحلام المزعجة والجاسوم، واللي عنده أي تجربة وعايز يشارك بيها يتواصل معايا ويحكي تجربته وأنا هنزلها في الحلقة الجديدة. الموقف الأول، حسن بيقول: من زمان وأنا بحلم أحلام غريبة، بس في حلم واحد بيتكرر كتير ومش فاهمه. بحلم إني قاعد في البيت مع عيلتي والباب بيخبط، بقوم وافتح الباب مش بلاقي حد، ولما بقفل الباب وارجع ابص على عيلتي بلاقيهم كلهم مدبوحين وراسهم مفصولة عن جسمهم، وبشوف فيه ظل واقف وملوش ملامح بيقرب مني وبيحط السكين على رقبتي، وبصحى قبل ما يذبحني. الموقف التاني، سمر بتقول: الوضع بعد موت ماما الله يرحمها كان صعب جدا عليا. انا كنت اكبر واحدة في اخواتي، وفراقها اثر فيا بشكل كبير. لكن بعد ما مر 40 يوم على موتها حصل معايا حاجة غريبة. كنت نايمة في السرير بس مش نحسانة، كنت مريحة جسمي وبصة للسقف، وفجأة بدون أي مقدمات ومجرد ما غمضت عيني لقيت فيه تقل على صدري مش طبيعي، وما كنتش قادر أتحمله. حاولت أتحرك بس مش قادر أحرك إيدي ولا رجلي ولا أي حاجة، حتى الكلام ما كنتش قادر أتكلمه. والوضع استمر كده 10 دقايق، وبعدها قدرت أتحرك. والكلام ده اتكرر معايا كتير، أكتر من مرة، وفي كل مرة كان يتقال لي ده الجاسوم. الموقف التالت، سمير بيقول: أنا من النوع اللي بيحترف وهو نايم. كذا مرة أخويا الأكبر مني يصحيني على صوتي وأنا بزعق، ولما يصحيني ويسألني في إيه مش بكون فاكر أي حاجة. لكن من فترة كنت بشوف نفسي واقف قدام واحد قاعد على الأرض وبيذبح حيوانات وبيصفي دمهم في طبق، وبعد ما كان بيخلص كان بيشرب الدم ده